فيلمنا بيبدأ سنة 1945 وبنتعرف على بنت شابة وجميلة اسمها هنا نور، وبتشتغل هنا ممرضة وكمان أرملة. وبتروح هنا في يوم هي وصاحبتها موتي السينما وبيتفرجوا على فيلم مع بعض، وفجأة بيظهر شريط الأخبار على الشاشة وبيتكلموا عن الجنود الأمريكيين اللي رجعوا من الحرب لمدينة نيويورك، وبيحييهم على شجاعتهم وقوة تحملهم بالرغم من كل اللي حصل معاهم. وكمان بيعرفوا إن في 13,000 محارب ماتوا في صقلية وإيطاليا. وبتفتكر هنا جوزها اللي مات وبتعيط عليه كتير لانها مش قادره تسيطر على مشاعرها، وبتقرر تخرج بره شويه عشان ما تزعجش حد. وبتخرج موتي وراها عشان تساعدها، وبتقول لها هنا انها اول ما شافت كل الجنود دي راجعين لبيوتهم افتكرت جوزها، وبتديها لانها متاكده ان جوزها عمره ما هيرجع البيت تاني. وبتتكلم موتي معاها وبتحاول تخفف عنها الالم اللي حاسه بيه، وبتقترح هنا عليهم انهم يروحوا مع بعض يتفرجوا على الزينه ويغيروا جو. وبتقابل هنا الاستاذ ماك وبتروح عشان تتكلم معاه، وبتساله عامل ايه بعد ما جاله مرض الروماتيزم، وبيحكي لها الراجل عن حاله وبينصحها انها تهتم بنفسها اكتر من كده وما تديش كل وقتها للناس لان ده غلط جدا. وبيفكرها ان هي كمان محتاجه لحد في حياتها يهتم بيها، وبيسالها تيجي الكارولينج معاهم ولا لا. وبتيجي موتي عليهم ومعاها نجمه كبيره وبيتريقوا عليها وبيضحكوا كلهم مع بعض. وتاني يوم بتروح هنا لشغلها وبتقابل زميلتها جوليا وبتقولها انها اتخطبت اخيرا، وبتفرجها على الخاتم بتاعها وبتعرف منها انها اتخطبت لفرانك، وفرانك يبقى ضابط في الجيش وكان بيتعالج عندهم في المستشفى. وبتشكرها جوليا لان هي اللي عرفتها عليه، وبتاخدها وبتروح عشان تشوفه وبتهنيهم هنا على الخطوبه، وبتعرض عليهم انها تصورهم مع بعض للذكرى. وبتمسك الكاميرا بتاعتهم وبتاخدهم كام صوره رومانسيه. وبتسمع جوليا كل الحكايات اللي مر بيها فرانك في الحرب في ايطاليا وبتستمتع بيها جدا. ولما بتشوفهم هنا مع بعض بتفتكر ايامها مع جوزها وبتحاول تخبي حزنها عشان ما تنكدش عليهم، وبتستأذن منهم وبتمشي. وبتلاحظ جوليا ان هنا اتضايقت وبتسيب فرانك عشان تروح تشوف مالها، وبتتكلم معاها وبتعتذر لها وبتقول لها انها نسيت وكان لازم تراعي مشاعرها. بس هنا بتقول لها ان هي ما غلطتش في اي حاجه، وبتطلب منها تستمتع بحياتها وتعيش كل اللحظات اللي بتتمناها مع الانسان اللي بتحبه. وبتستغرب جوليا من قوه شخصيتها وبتقول لها انها اجدع واحده قابلتها في حياتها. وبتسيبها هنا وبتروح عشان تكمل شغلها، وبتقعد هنا مع مريض صغير اسمه توبي وبتقرا له قصه جميله عشان تسليه شويه. وبيحكي لها توبي عن مذنب اسمه ديفو بيظهر كل فتره طويله، وبيقول لها انه هيظهر الليله دي ومش هيتكرر تاني الا بعد 71 سنه تقريبا. وبتتفاجئ هنا بكل المعلومات اللي عنده، وبتقول انه ولد شاطر وطموح واكيد هيبقى حاجه عظيمه لما يكبر. وبتيجي موتي وبتقطع كلامهم مع بعض وبتطلب منها انها تقوم معاها، وبتنسى هنا الكاميرا بتاعتها مع توبي وبيقرر يتفرج على الصور اللي فيها لحد ما ترجع وتاخدها. وبتروح هنا مع موتي عشان يتفرجوا على الترانيم اللي بتتعمل، وتقرر هنا انها تتصل بدار الايتام عشان يجوا ياخدوا توبي لانها مش حابه يفضل في المستشفى فتره طويله لوحده، ولانه حابب يشارك في المسرحيه اللي هتتعمل يوم العيد، ولان الولد صعبان عليها جدا وعايزه تساعده باي طريقه. وللاسف بتلاقي كل الخطوط مقفوله ومش عارفه توصل للدار خالص، وبترجع لاصحابها عشان تحتفل معاهم بالعيد وبيغنوا كلهم مع بعض. وبالليل بتنتهي المناوبه بتاعت هنا وبتاخد شنطتها وبتخرج عشان ترجع للبيت. واول ما بتوصل بتقعد تتفرج على صورها هي وجوزها مع بعض، وبتسمع صوت كلب بينبح بصوت عالي جدا قدام الباب، وبتفتح له الباب بسرعه عشان تشوف ماله. وساعتها بيدخل البيت من غير اي تردد، وبتتصل باي حد يقدر يساعدها لان الكلب باين عليه التعب وما بتلاقيش اي حد متاح. وعشان كده بتقرر تدور بنفسها على اصحاب الكلب وترجعه لبيته، وبتلاقي موقع متعلق عليه وبتمشي وراه. وبتقرر في الاخر انها توصل لبيته، وفعلا صحابه بيقلقوا عليه جدا وبيطمنوا اول ما بيشوفوه، وبيشكروا هنا على تعبها معاه وانها ضيعت ليله العيد عشان ترجع كلبهم لبيته. وبتعرض عليهم صاحبه البيت انها تقضي الليله معاهم ويحتفلوا مع بعض، وبتقولها ان الجو وحش جدا بره وفي تلج في كل حته. بس هنا بتصمم انها ترجع لبيتها، وبتقولها ان بيتها قريب من هنا ومش هتتعب في الطريق. ولما بتخرج هنا للطريق الجو بيبقى صعب جدا عليها، والسواقه كمان بتبقى مستحيله بسبب التلج اللي بينزل في كل حته، والازاز بتاع العربيه بيبدا يتغطى بالتلج، وفي الاخر بتقع في كوم كبير من التلج. وبتحاول انها تحرك العربيه باي طريقه وللاسف ما بتعرفش خالص، وبتقرر تخرج من العربيه تدور على اي حد يساعدها. وبتشوف بيت قريب منها وبتجري عليه، وهي في طريقها بتشوف في السماء المذنب اللي توبي كان بيحكي لها عنه، والجو بيسوء اكتر وبيتملي رياح. واول ما بتدخل البيت بيبدا انه يتهز جامد، وبتتخبط هنا في حيطه وبيغمى عليها وبتقع على الارض. وبعد فترة بتفوق هنا تاني وبتلاقي ان الجو هدي جدا والعاصفة انتهت والصبح طلع، وبتاخد شنطتها وبتستعد عشان تمشي، وبتخرج من الشباك لان الباب بيكون مسدود. وبتخرج هنا للشارع وبتستغرب جدا لانها بتلاقي شكل الشوارع متغير جدا وعربيات حديثة ماشية في كل مكان، وكل الناس ماسكة موبايلات في ايديها، واللي بيحصل كله بيبقى غريب جدا عليها لانها اول مرة بتشوفه. وبتسأل نفسها ايه اللي بيحصل بالظبط، وبتفتكر انها ممكن تكون تايهة، والناس كمان بتستغرب شكلها وتصرفاتها. وبيقرب منها واحد وبيتصل
بالشرطة وبيبلغوا ان في واحدة في الشارع تصرفاتها غريبة ومش طبيعية. وفي الناحية التانية من الشارع بنشوف 2 ضباط قاعدين في العربية وقت الدورية بتاعتهم، وبيجيلهم بلاغ بمكان هنا عشان يروحوا يشوفوها. وبتشوف هنا كلب من بعيد وبتلاقي نفس الكلب اللي انقذته امبارح ورجعته لاهله، وبتجري على صاحبته عشان تتكلم معاها، وبتلاقيها واحدة تانية خالص وشكلها غريب جدا وبتعتذر منها وبتمشي. وبيوصل الضابط وبيتكلم معاها وبيعرض عليها المساعدة، وبياخدوها للدكتور عشان يشوفوها، وبيحسوا انها مش طبيعية خالص. وبيسألها الضابط أسئلة كتير يمكن يعرف أي معلومة تفيده عنها، بس مفيش أي حاجة بتقولها مقنعة لأنها بتتكلم عن حاجات مش موجودة أصلا وكأنها عايشة في زمن غير زمنهم. وبيحسوا انها ممكن تكون فاقدة الذاكرة، بس انا بتأكد لهم انها عارفة اسمها وتاريخ المدينة كله وحتى اسم الرئيس بتقوله، وبيستغربوا اكتر من كلامها. وبيقترح عليها المدير انهم ياخدوها لمركز الشرطة لانه بيشك انها نصابة، وبيقولها انهم مش لاقيين العربية بتاعتها اللي بتقول عليها في اي مكان ولا ليها اي اثر، وكمان العنوان بتاعها مش موجود ومفيش اي عاصفة حصلت امبارح زي ما هي ما بتقول. وبيتحايل جيك على المدير انه يسمح له يراقبها فترة الاول قبل ما ياخدوا اي قرار، ولو اتأكد انها مش طبيعية هياخدها بنفسه للمستشفى، ولو طلعت نصابة هيرميها في السجن. وبياخد جيك هنا لبيته وبيقول لنا عايش هنا مع باباه ومامته واخته لويز. واول ما بيوصل لبيته بتقول له هنا ان ده مكان مزرعة مورغان اللي متعودة تشتري منه الحليب على طول، وبتقول له انهم عندهم احسن ابقار في البلد. وبيوترها جيك لانه بيقول لها ان دي مزرعة سميث اللي قالوا بيدوروها من الستينيات، وبعد فترة جددوا كل المباني بتاعتها. وبتسأله هنا هم في سنة كام بالظبط، وبتحس انها مرتبكة ومش فاهمة اللي بيحصل معاها بالظبط. وجيك مش مصدق اي حاجه من اللي هي بتقولها وحاسس انها بتكذب عليه. وبيقولها جيك انهم في سنه 2016 وبيلاقي وشها متغير جدا ومليان بالخوف، وبيقولها انهم لازم يدخلوا عشان تستريح شويه. وبيكون جيك مبلغ عيلته انه هيجيب حد يعيش معاهم لفتره بسبب شغله، واول ما هنا بتدخل بيرحبوا بيها. وبيقعد جورج في البيت اللي قصادهم عشان يراقب هنا طول الوقت ويبلغ الشرطه بكل تحركاتها. وبيحكي جورج كل اللي حصل لمامته وبتخاف من هنا جدا، وبتقول انها ممكن تكون بتمثل وتطلع نصابه في الاخر. وفي جيك بيقعد اهله كلهم في المطبخ وبيتكلموا مع بعض عن هنا وبيحسوا ان قصتها كلها مش منطقيه ابدا. وبتقول لهم لويز ان مستحيل اي حد يصدق اللي هي بتقوله ابدا، واكيد ان في حاجه وراها ومخبياها. وكمان لبسها وشكلها غريب جدا، وبتفكرها بنتها الصغيره جوين ان هنا من البلد بتاعتهم اصلا وانها عارفه كل حاجه عن البلد بالتفصيل. وبيدخلوا عليهم جيك وبيهديهم وبيطلب منهم يسيبوا هنا تستريح ومحدش يزعجها بكلامه ويدوها شويه وقت يمكن ترجع لوعيها. وبتقرر مامة جيك انها تروح وتطمن عليها وتشوفها لو محتاجه حاجه. وبيسال جيك مامته عن الحاجات اللي هنا قالتها، بس مامته بتقول له انها ما تعرفش اي حاجه عن الكلام ده خالص. وبتسيبه وبتروح لهنا، بس بتلاقي الاوضه فاضيه وهنا مش موجوده وبتخاف عليها جدا. وبتتصل بجيك وبتقول له، وبتوصل هنا المكان بيتها وبتستغرب جدا لانها بتلاقيه بقى محل للمنتجات العضويه. ولما بتدخل بتلاقي كل حاجاتها مش موجوده، وبتسالها صاحبه المكان مالها لانها بتلاقيها متوتره وبتحاول انها تساعدها. وبتستغرب لان هنا بتقول لها ان ده بيتها وبتخاف منها، وبتقول لها الست انها تعمل مكالمه ضروري وهترجع لها تاني. وبيوصل جيك للبيت بعد كام دقيقه وبيلاقي ان هنا مشيت من المكان، وبيمشي وراها بسرعه يمكن يلحقها. وبتروح هنا للمستشفى اللي بتشتغل فيها وبتوقف بنت في الشارع وبتسالها ازاي المستشفى بقت مكتبه عامه. وبتحس البنت ان هنا مش طبيعيه وبتخاف منها وبتمشي. وبيلاقيها جيك اخيرا وبيشوف انها خايفه جدا ومتوتره، وبيحاول جيك انه يهديها وبيتمشى معاها شويه. وبتعتذر هنا انها خرجت من البيت من غير ما تقول له، وبتقول انها حاولت تنام بس ما عرفتش خالص، وفكرت انها لو لقت بيتها تستريح شويه. وللاسف لقت كل حاجه متغيره وخافت اكتر. بتقول له انها راحت للمستشفى كمان لان صاحبتها المفروض تبقى منوبه في المستشفى، وكانت فاكره انها تقدر تشوفها وتتكلم معاها. وبتحس انها مرتبكه ومش عارفه تفكر ولا فاهمه ايه اللي بيحصل معاها، وان كل حاجه عارفاها في الحياه مش موجوده اصلا ولا ليها اي اثر، ومش عارفه اللي هي فيه ده حلم ولا حقيقه، وانها مش فاهمه كويس قوي ان كل الناس فاكرينها مجنونه وبتقول اي كلام. وبيقول جيك انه سال وعرف فعلا ان كلامها صح لان المزرعه كانت بتاع البان في الاربعينات وانها ما بتكدبش عليه. وبيأكد لها انها هتبقى بخير وان كل حاجه هتتحسن، وبيطلب منها انها تهدى وتستريح وانهم يعرفوا اكيد ايه اللي حصل لها بالظبط ووصلها لكده. وتاني يوم بيقطع جيك شويه خشب للبيت، وبتيجي ساره صاحبه اخته وزميلته في الشغل وبتقول له ان المدير متضايق من كل اللي بيحصل وان الافضل ليه انه يسلم هنا للاسم وهم يتصرفوا معاها. وبيأكد لها جيك ان هنا مظلومه وانها مش هتحاول تهرب تاني، وكل اللي هي عايزاه انها تعرف ايه اللي حصل معاها مش اكتر. وبتنصحه هنا يدور وراها كويس ويجيب ادله على كلامها لانها بتقول انها عايشه في عالم تاني وكلامها كله
كله خطير جدا. وفي البيت بتقعد مامة جيك ولويز مع هانا عشان تغير لبسها، وبتحس ان كل ده غريب عليها، حتى اسامي اللبس بتستغربه جدا لان كل ده مش موجود في الزمن بتاعها. والستات ساعتها كانوا بيلبسوا كعب عالي طول الوقت، وبيتاكدوا ان كل كلامها صح من الانترنت. وبعد شويه بتخرج هانا بالشكل الجديد بتاعها وبتتغير جدا وبتبقى اجمل من قبل كده بكتير كمان، وكلهم بينبهروا بيها. وبتقعد بعدها مع جوين وبتلاقيها بتلعب على الانترنت، وطبعا هانا مش فاهمه اي حاجه خالص من الكلام ده واول مره تشوفه. وبتحاول جوين تفهمها معنى الكمبيوتر وايه لازمته اصلا، وعشان تفهم اكتر بتوريها جوين حاجات من الزمن اللي هي كانت عايشه فيه. وبتشوف هانا اطباق وكوبايات من الزمن ده، وبتتفاجئ لانها بتلاقي سعرهم غالي جدا دلوقتي. وبيخرج جيك مع ساره وبيقعدوا ياكلوا مع بعض في مطعم، وبتفتح معاه موضوع هانا تاني وبتقول له انها عندها جنون العظمه، وبتتظاهر بكل اللي هي بتقوله ده وبتحاول تقنع اللي حواليها بيه، وعلى اساس ان في حد يقدر يسافر بالزمن ويوصل من زمن قديم للحاضر بتاعهم، وان الكلام ده مستحيل اي حد عاقل يصدقه. وفي الوقت ده بيسمع كل المحادثه اللي بينهم راجل عجوز قاعد بيشرب قهوه جنبهم، وبيقوم بعدها وبيخرج من المطعم. وبيحس جيك ان ممكن يكون حاجه فعلا غريبه حصلت مع هانا وصلتها لكده، وبيروح للمكان اللي هي قالت انها قضت فيه الليله دي، وبيدور في المكان كويس وبيتفاجئ لان بيلاقي شنطه قديمه جدا وبيحس انها ممكن تكون بتاعتها، وبياخدها وبيرجع لبيته وبيشوف كل الحاجات اللي جواها. وبتوصل ساره للمكتب، ولما بتشوف الحاجه بتصمم ان هانا ما ينفعش تقعد معاهم في البيت لانها ممكن تبقى خطر عليهم، وبتنصحه يقعدها في بيت لوحدها. وبيتضايق جيك جدا من كلامها وبيطلب منها تبطل تلعب في الحاجه، وبيستغرب لانه بيلاقي عطر قديم جدا في الشنطه ومش موجود دلوقتي فعلا. وفي البيت بتساعد هانا جوين عشان تزين البيت اللي هي عاملاه، وبتحكي لها عنها وعن صاحبتها موتي وانهم كانوا بيزينوا كل حاجه مع بعض دايما. وبتحكي لها كمان عن الحرب اللي مروا بيها، وبتقطعهم لويز وبتقول لجوين انها اتاخرت جدا ولازم تقوم عشان تنام فورا. وبتطلب جوين من هانا انها تقرا لها اي قصه قبل ما تنام. وفي الوقت اللي هانا بتقرا في القصه لجوين بتكتشف ان صاحب معرض العلوم الاستاذ كوك اشترى مبنى قديم وحوله المكتبه، وانه دايما بينصحهم يتقبلوا بكل حاجه بعقل متفتح. وبتسمع هانا عنه حاجات كتيره مثيره جدا، وبتتفاجئ انها بتعرف انه بيؤمن بالسفر عبر الزمن. وبتتكلم مع جوين عن الموضوع ده، وبتيجي لويز عشان تاخد بنتها وتنيمها. وفي المكتب بيدور جيك على اي معلومات عن العطر اللي لقاها في شنطه هانا، وبيعرف انه فعلا كان موجود في الاربعينات. وبنروح للاستاذ كوك اللي جوين كانت بتتكلم عنه، وهو نفس الراجل اللي سمع محادثه ساره مع جيك. وبيقعد في المكتبه بتاعته وبيسمع الراديو، وبيتكلموا فيه عن المذنب ديفو اللي بيظهر بعد 71 سنه. وبتتخانق مامة جورجي معاه لانه طول الوقت قاعد على الموبايل وحتى مش مركز في الطريق طول ما هو ماشي. وبتلاحظ لويز وبنتها وهم داخلين محل بيبيع اللبس القديم، وبتمشي وراهم عشان تشوف بيعملوا ايه. وبيوروا صور هانا لصاحب المحل وبيسالوها لو جت اشترت من عندهم لبس من فتره قريبه ولا لا، وبياكد لها الراجل انها عمرها ما جت عندهم قبل كده ولا شافها. وبيقترح عليهم يشتروا من عنده شويه لبس، وبتلومها مامتها لانها مش مصدقه كلام هانا وشاكه فيها، وبتقولها انها بنت طيبه ولازم يقفوا جنبها ويساعدوها. وبتوريهم جوين الطاقيه اللي لقيتها من الاربعينات ولبستها، وبتعجب بيها جدا. وبتشوف مامة جورج كل اللي بيحصل، وبتتصل بجوزها وبتحكي له كل ده. وبيجي صاحب المحل وبيوريهم صور قديمه جدا عنده، وبتلاقي ان دي نفس الصوره بتاعت زينه العيد اللي هانا كانت بتقول عليها بالظبط. وبيحكي لهم الراجل ان دي كانت تقاليد قديمه جدا وبتتعمل في العيد وكانوا بيحافظوا عليها جدا، وللاسف انتهت مع الوقت. ولما بيرجعوا للبيت بتحكي هانا لجوين على الايام دي، وبتقولها ان كل الجيران كانوا بيخرجوا وبيزينوا مع بعض وبيرقصوا مع بعض وياكلوا حلويات وبيغنوا كمان. وبتتحايل جوين على مامتها انها تسمح لها تخرج وتزين مع هانا، بس لويز بتقول لهم انها عندها فكره احلى. وبيشتري جيك مع ساره شويه هدايا، وبتفضل تتكلم عن هانا طول الوقت، وبتقول له انها لازم تترمي في السجن لحد ما تعترف بالحقيقه. وبيحاول جيك انه يستحمل كلامها لان مفيش قدامه اي حل تاني، بس ساره بتصمم تكمل كلامها وبتشتم عليها كتير جدا. وبيرجع للبيت وبيشوف هانا قاعده لوحدها وسرحانه، وبتقول له انها مش عايزه تبوظ فرحه اهله بالعيد، وانها قلقانه جدا وخايفه من كل اللي بيحصل حواليها وبتحاول تخبي. وبتحكي له انها دايما عايشه لوحدها وعمرها ما قضت العيد مع عيله كبيره زي دي. وبتقول له انها كانت متجوزه وجوزها مات في الحرب ومن ساعتها وهي لوحدها. وبيهديها جيك وبيقول لها انها لازم تستمتع وتعتبر نفسها في وسط اهلها، وبيقول لها انه جايب البوم اغاني وعايز يسمعه لها، وبيمسك ايدها وبيرقص معاها. وبتدخل ساره ولويز ومامتها وبيشوفهم مع بعض، والكل بيتفاجئ من اللي بيحصل. وبيحس جيك ساعتها بالاحراج وبيحاول يداري الموقف، وبيقرب جيك من مامته وهي بتغلف الهدايا، وبيبرر لها انه كان بيرقص معاها هانا عشان يخفف عنها مش اكتر. وبتطلب مامته منه انه يعتذر لساره لانها زعلت جدا من اللي حصل وفهمت غلط. وبتدخل لويز عليهم وهي لابسه لبس قديم جدا وشكله شيك، وبتقول لجيك انها اخذت الفكره من هانا، وانهم يخرجوا كلهم يغنوا مع بعض بكره ويرقصوا ويعملوا زي الطقوس بتاعه زمان بالظبط. وبتدوا اللبس اللي جابته ليه عشان يلبسه يبقى زيهم. وبتصمم مامته انه لازم يعتذر لساره، وبيحس جيك انه ما عملش اي حاجه تزعل اصلا، وبيستغرب هي زعلت ليه منه، وبيفهم من اخته انها بتحبه.
وتاني يوم في المكتب بيلاحظ جيك ان ساره واخده منه موقف فعلا، وبيحاول انه يصالحها، وبتقول له ان كل الناس مستغربه انه قاعد هنا عنده في البيت بالرغم انهم ما يعرفوش هي مين اصلا. وبتحاول ساره تخبي غيرتها عليه، وبتقول له انها بتتكلم بس عشان مصلحه اهله وانها خايفه عليهم، وبتقول له انه شكله حب هنا وعشان كده مش قادر يسيبها. وبيضحك جيك على كلامها وبيقول لها انه مستحيل يحبها، بس ساره بتطلب منه انه يقفل على الموضوع وبتمشي وبتسيبه. وبيجي الليل وبتخرج هنا مع لويز وجوين، وبيجمعوا كل الجيران اللي حواليهم وبيبداوا يحتفلوا مع بعض، وكلهم بيبقوا متحمسين جدا ومبسوطين. وبتشوف هنا حد من بعيد دخل لبيته مع كلبين، وبتلاقي نفس البيت اللي دخلت في الكلب وكانت تايهه، وبيمشي جيك وراها وبيلاقيها واقفه قدام البيت ده، وبتعرف منه ان البيت ده بقى دار لتربيه الكلاب، وبتحكي له هنا اللي حصل معاها ليله الحادثه. وبيروحوا كلهم بعدها للساحه مع بعض، وبيوروا هنا النصب التذكاري اللي معمول للحرب ومكتوب فيه كل الجنود اللي ماتوا ساعتها. وبتستغرب هنا لان اسم جوزها مش موجود معاهم، وبترجع للبيت وبتفضل تعيط، وبتسال نفسها ليه اسم جوزها مش موجود. وفي بيت جورج بتتخانق مامته معاه لانها بتحاول تتصل بيه بقالها فتره طويله ومش عارفه توصل له، وبتساله كان فين طول الوقت ده. وبيحكي لها جورج انه شارك في الاحتفالات مع الجيران وقضى وقت حلو جدا، وبتلومه انه بيمشي في الشارع مع الناس ويغني. وبتتخانق معاه اكتر، وبتقرر انها تروح لهنا وتتكلم معاها. وبتتقابل جونز مع جيك وبتقول له انها خايفه من هنا وانها ما ينفعش تفضل وسطهم. وبتتدخل ساره في الكلام وبتحاول تهدي جونز، وبتاكد لها ان مركز الشرطه بيحقق في الموضوع ومش سايبين هنا، وفي اقرب وقت هياخدوا خطوه في الموضوع ده. وبتطلب منها ترجع للبيت وتطمن ان كل حاجه هترجع زي الاول. واول ما الست بتمشي بتتخانق ساره مع جيك، وبتقول له انها لازم يعملوا حاجه عشان يهدوا الناس لان الموضوع بدا يكبر. وبتقول له انها هنا زودتها قوي لانها بتقول ان جوزها مات في الحرب وانها مش لاقيه اسم جوزها في الناس اللي ماتوا. وبيحس جيك ان هنا عندها حق وانها ما بتكذبش، وبيوريها العطر اللي لقاه في شنطه هنا، وبيحكي لها انه كان موجود بس في الاربعينات وبطلوا يصنعوه في الستينيات وملوش اي اثر في اي مكان حاليا. والغريب انه عمل عليه اختبار ولقى انه مش متاكد، وده معناه انه لسه مصنوع قريب. وفي البيت بترتب هنا اللبس بتاعها وبيقع مفتاح منهم فجاه، وبتفكر ده مفتاح ايه بالظبط. وتاني يوم الصبح بتتكلم مع العيله وبتحكي لهم على كل اللي مرت بيه، وبتقول لهم انها قابلت واحد صديق باباها من اسبوع في البيت المتنقل واتكلمت معاه، وانها مش عارفه هي هتقدر ترجع للعالم بتاعها ولا لا. وبتقرر انها تعيش الحياه المفروضه عليها وتحاول تستمتع بيها لحد ما تشوف هيحصل ايه، وتحاول تفيد الناس اللي حواليها زي ما كانت بتعمل قبل كده، وهتبطل تفكر في الماضي. وبتوريهم المفتاح اللي معاها وبتقول لهم انها لقت حل للاضواء بتاعه العيد. وبيقابل جيك ساره، وبتقترح ساره عليه انهم يستدعوا جونز عشان تتقابل مع هنا وتشوف هي عامله ازاي يمكن تستريح. وبتقول جونز لجوزها انها رايحه المكتب وجايه، وبتقابل هنا هناك معاهم، وبتحكي هنا لكل الموجودين ان المكان ده كان مستشفى، وبتشرح لهم اماكن العنابر اللي كانت فيه، وبتقول ان المكان شكله اتغير جدا وبقى حاجه تانية خالص. وبتوريهم مكان الباب القديم كمان، وبتشيل جوين المكتب وفعلا بيلاقوا باب وراهم. وبتفرح هنا جدا وبتقول لهم ان في تحت اوضه تخزين، وبتاخدهم وبتنزل لتحت، وبيتفاجئوا جدا لان ما حدش منهم يعرف المكان ده خالص واول مره يشوفوه. وبتفتح لهم دولاب قديم وبيلاقوا جواه فعلا زينه قديمه جدا زي اللي كانت بتوصفها. وبيوصل الاستاذ كوك وبيقرب من هنا وبيقول لها انه دايما كان نفسه يعرف ايه اللي موجود في الخزنه دي، وبيقول لها انه مبسوط عشان شافها تاني. وبتستغرب هنا من كلامه وبتساله هو يعرفها منين، وبتفكرها جوين ان ده الراجل اللي كلمتها عنه قبل كده. وبيطلب منها كوك انها تيجي معاه عشان يوريها حاجه مهمه، وبياخدهم كلهم للبيت بتاعه وبيقدم لهم شاي، وبيحكي لها سبب هدم المستشفى وليه اتحولت لمكتبه وازاي كبر وحيد لانه كان طفل من اطفال الحرب وما كانش عنده اي صحاب، والحاجه الوحيده اللي كانت بتهون عليه هي الكتب والقرايه، وانه سمع كتير عنها وعن السفر عبر الزمن وكان عايز يشوفها عشان يعرف شكلها اتغير ولا لسه زي ما هي. وبتفرح هنا جدا لان اخيرا في شخص مصدقها، وبيديها كوك الكاميرا بتاعتها فجاه، وبيحكي لها ان هو نفس الولد الصغير توبي اللي كانت بتهتم بيه في المستشفى. وبتصدم هنا من كل اللي بيحصل، وبتفرح ان توبي كبر وقدر يعتمد على نفسه. وبتشوف الكلاب بتاعته بتجري في نفس البيت، وبيحكي لها ان صاحب الكلب اللي هي انقذته في اليوم ده وكانت مبسوطه بيها جدا، وانها جت للمستشفى وسالت عليها عشان تشكرها تاني على اللي عملته. ولما ما عرفتش تقابلها كل زمايلها في المستشفى اقترحوا على الست انها تقرا لتوبي لو عايزه ترد الجميل ده لانه اكتر طفل هنا كانت بتحبه. وبيحكي لها كمان ان جيليا وجوزها اخدوه معاهم للبيت واهتموا بيه لحد ما كبر وخلفوا بنت واتعامل معاها زي اخته بالظبط. وبعد فتره عملوا بيت للكلاب وسموه على اسم الكلب اللي هي لقيته، وعشان كده في كلاب كتير شبه الكلب اللي موجود في المكان. وبتفرح هنا جدا بكل الكلام ده، وبتقرر تصوره هو والكلاب بتاعته. وبتلاقي الكاميرا عطلانه، وبتساله لو يعرف اي حاجه عن صاحبتها موني، وبيقول لها انها لسه عايشه ويقدر ياخدها عشان تشوفها. ولما بتوصل بتلاقيها كبرت في السن جدا وما بتتكلمش كتير ومش فاكره اي حاجه خالص. وبتحاول هنا انها تتكلم معاها، وبعد فتره بتقدر موني انها تتعرف على هنا، وبتحاول انها تتكلم معاها بس هنا ما بتفهمش كلامها خالص. وبيقترح جيك عليها انها تشوف الصوره القديمه اللي لقاها، وبيلاقي هنا صوره المذنب ومكتوب رساله على ظهر الصوره، وبتقرا هنا الكلام اللي مكتوب، وبتعرف ازاي الحياه عدت بعدها في الوقت ده. ورساله مكتوب يوم 16 اغسطس سنه 1946 وده نفس يوم ذكرى جوازها. وبتكتشف هنا ان جوزها رجع للبيت وطلع عايش، وبتفهم ليه اسمه مش موجود في النصب التذكاري، وبتفرح جدا لانه كان بخير. وبيقول لهم كوكي ان موني كانت
كانت بتحاول تقول مذنب بس مش قادره تتكلم كويس. وبيفهموا كلهم ان كل اللي حصل بعد المذنب عدى عليه 71 سنه، وان النهارده المفروض يجي المذنب تاني وفي نفس الميعاد زي المره اللي فاتت. بيفتكر كوك اللي حصل في اليوم بتاع المذنب، وانهم لقوا العربيه بتاعتها بعدها وما كانش لها اي اثر خالص. وبيحكي ان موضوع المذنب وان كل اللي حصل ده كان معجزه كبيره ومحدش يقدر يستوعبها. وبتقول له هنا انها ما كانتش قادره تستوعب اللي حصل كله، بس دلوقتي بقت متقبله الواقع وبتحاول تلاقي كل الحاجات الحلوه اللي حواليها وتستمتع بيها، وما بقتش خايفه خالص زي الاول. وبيقول لها كوكي ان المذنب هيجي النهارده المفروض يرجعها لبيتها تاني ولحياتها القديمه. وبتزعل هنا وبتحس ان جيكو هيوحشها لانها اتعلقت بيه، وكمان اتعلقت بعيلته جدا وكانت حابه تفضل معاهم. وبتقرر تدخل تودعهم وتستعد عشان ترجع لبيتها. وبتخرج هنا لابسه الزي القديم بتاعها وبتحس بالقلق والخوف من اللي هيحصل. وبتشجعها جون وبتحاول تطمنها ان كل حاجه هتتحل. وبتودعها وبتقول لها انها حبتها جدا وعمرها ما هتنساها ابدا. وبتروح هنا مع جيك للبيت القديم وبتنصحه هنا انه يرتبط بساره لانهم لايقين على بعض جدا. وبتحكي له ان هي وتشيت جوزها كانوا اصحاب من وهم صغيرين، وبتقول له على شويه نصايح عشان يقدر يكسب قلب ساره. وبيودعوا بعض بالدموع. وبيفتح جيك الباب وبيدخلها وبيرجع للساحه مع اهله. وبيشوف ساره جايه من بعيد وبيقرب منها وبيصالحها. وبتستغرب اللي اتغير فجاه وبيقول لها انه حابب يتجوزها. وبتفرح جدا بكلامه وبيحتفلوا كلهم مع بعض. وبتسمع انا صوتهم وهي قاعده وبتفرح ليهم جدا. وفجاه بيظهر المذنب تاني وبيتفرجوا عليه في هدوء تام. وبيشوف كوك المذنب وبيعرف ان هنا خلاص هترجع للعالم بتاعها. وتاني يوم الصبح بيتجمعوا كلهم قدام البيت عشان يشوفوا هنا مشيت ولا لا. وبيدخل جيك وكوك مع بعض وبيلاقوا ان هنا خلاص اختفت. وبيخرجوا يقولوا للناس انها رجعت بسلام اكيد، والكل بيفرح ليها جدا. وبتدخل جونزي للبيت بعدها عشان تتاكد. وبيوزع كوك الصور بتاعت هنا اللي كانت في الكاميرا على الناس. وبيشوف جيك صور اجداده بالصدفه يبقوا جوليا وفرانك، وطبعا مامته تبقى اخت كوك. وبيحكي لها كوك ان هنا هي اللي عرفتهم على بعض اصلا وازاي ساعدتهم كتير جدا. وبيتاثروا كلهم بالكلام ده وبيفرحوا بالصور جدا. وبترجع هنا للحياه بتاعتها وبتحاول انها تخرج عربيتها من التلج. وبيظهر جوزها قدامها فجاه وبتجري عليه وما بتبقاش مصدقه انها شافته بعد كل الوقت ده. وبينتهي فيلمنا على كده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل افلامنا. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.